الماضية، والمتعهد والمتخصص أحمد الباشا في التنفيذ. كرة داخل منطقة الجزاء، يا الله 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 الله! أحمد عبد الله ظفر يرد على سانيه بأقوى منها يا سانيه، واحدة بواحدة والبادي أقرب، ولكن العقاب بأثر رجعي، بأثر رجعي. شوف الباشا وازنة بالمسطرة والقدم البشوية في الأداء، والرأسية مريخية، وفي المرمى هي مريخابية. يضعها ظفر ويغفر بأولى الأهداف وإكرام الضيف بهدف أول للمريخ. رد وما أقصى الرد، وما أقصى الرد. هدف إذن يأتي للمريخ، ومعنوية ممتازة لظفر بعد لقطة ثانية كمدافع، وفي أول مباراة يلعبها سنوات أكثر من 31 بطاقة صفراء و8 بطاقات حمراء، وبالتالي كانت دوما الرعونة عالية. هنا محاولة والتقدم وركلة جزاء، ركلة جزاء للمريخ. يا لهذه المباراة ويا لهذه البداية التي يبدأ بها المريخ، بداية لم تكن حتى في الحسبان في أول ربع ساعة، وتقدم بهدف، والآن على عتبة الهدف الثاني من ركلة جزاء. ما لهذا السيناريو ويا لهذه البداية للمريخ ولجماهيرهم. ركلة جزاء، ولكن أمامنا أيضا حارس عملاق هو جمعة جينارو. نعم يلعب في يوم السبت، ولكن في الجمعة وغيره متألق. ركلة جزاء أمامنا، ركلة جزاء وسيناريو ممتاز بالنسبة للفريق الأحمر. ركلة جزاء، جمعة جينارو في المرمى، وأمامنا في التنفيذ سكواها وجمعة جينارو. سكواها، وحكم المباراة يطلب من اللاعبين العودة على لدينا المريخ حتى الآن لديه 5 أهداف، 6 أهداف لديه. هل يفعلها ويدون الهدف السابع له في هذه البطولة أو في دوري المجموعات؟ سكواها يتقدم للأمام ويضعها في المرمى الثاني. ثنائية تلهب الحماس وتشعل المدرجات. المريخ يفعلها للمرة الثانية، وسكواها يضيف الهدف الثاني. المريخ درجات تشتعل، وما هذه الليلة المريخابية. شوف الكرة الماضية ملعوبة بصورة ممتازة وتعانق الشباك على يمين جمعة جينارو بكل، ولكن هذه المباراة ماشية حتى لا. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وصلت لمهند، تسديدة، يا دم الرد من مهند الطاهر. يفعلها ابن الطاهر ويخلص الفارق. هدف ياتي للهلال عن طريق مهند الطاهر. الأولى أبد، والثانية عصت، والثالثة وين؟ في المرمى. ثبتها الطاهر وتم الدبسة، فنثرة، فلقاء مع الشباب، وهدف أول يأتي للهلال. مهند الطاهر يفعلها. عائدون والفرحة الهلالية تأتي الآن. مهند الطاهر يطلق العنان للأفراح. أحمد من الأسماء اللي تعجبوا بصورة كبيرة. هنا الباشا يحاول التقدم. ركلة جزاء للمريخ. وأعتقد أن سيكثر الحديث عنك يا زامبي، سيكثر الحديث عنك يا زامبي. هنا بالإعادة الرفادة جاني سيغاتسي يثير غضب الهلال ويثير غضب الهلال. شوف بالإعادة الكرة الماضية بالإعادة أمامنا. شخصيا إن قلت أن الكرة الماضية غير مقصودة، لأن الوضع التشريحي ليد اللاعب لم تتوجه باتجاه يد اللاعب. كالطبيعي لاعب عاوز
ينزل على الكرة سيسند على يده اليمنى لأنه نازل ومايل على الجهة اليمنى، وبالتالي الكرة لم تتجه، يد اللاعب لم تتجه باتجاه الكرة، وبالتالي من وجهة نظر الشخصية علامات استفهام حول ركلة الجزاء. لا أقلل من دور الحكم، ولكن من وجهة نظر الشخصية والاستوديو التحليلي بالتأكيد ستكون له كلمة. اليد ثابتة في موضع عرضي، لم تتحرك تشريحيا باتجاه الكرة، وبالتالي النية لم تكن للمس الكرة. ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة، ركلة جزاء تثير غضب الجماهير الهلالية في المدرجات. ركلة جزاء، وأمامنا سكواها سكواها قدم للأمام بعد التصدي من جمعة جينارو، يأتي الهدف الثالث للمريخ. 3 أهداف واقتراب من الصدارة، ومدرجات تشتعل وتلتهم حماسا وفرحة بهدف ثالث للمريخ. جمعة جينارو رغم التصدي ولكن عايز الشباك، عايز المرمى والمعانقة الثالثة للشباك، وسكواها للمرة الثانية يفعلها، وفرحة كبيرة لجماهير المريخ. سكواها وداها هيثم مصطفى، تمريرة من جانب هيثم ملعوبة، عادت لهيثم مجددا، محاولة التقدم ونقلة في الأمام. يا الله يا مهند الطاهر، يا سلام، كرة بالشمال. الحضري ما شافه ولا احنا شفناها يا جماعة. شوف بالإعادة لا بالإعادة سريعة، دي عايزة أوسيان بولت يصورها بسرعة، عايزة سرعة مصور. شوف الكرة الماضية، تمريرة من هيثم مصطفى، تسديدة من مهند. هذه لا ترى يا عذري، دي اسمها جيبة من الشبكة وخلاص، لا تحاول معها أبدا ولا تعترض ضربها. تسديدة من جانب مهند، ملعوبة في الأمام. 3-2